رسميا المنتخب الوطني الجزائري يتأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم عقب تعادله المثير مع منتخب النمسا لثلاثية في كل شبكة، حيث أبصم رياض محرز على تسجيل أول هدف له في كأس العالم، وأضاف الهدف الثاني، وسجل الهدف الآخر رفيق بالغالي، حيث سيواجه المنتخب الوطني الجزائري منتخب سويسرا يوم 3 جويليا الساعة 4 صباحا بتوقيت الجزائر، بعد هذا التأهل في المركز الثالث ب4 نقاط.